للتعليق على الأوضاع في اليمن أيضا ينضم إلينا من لندن الباحث والأكاديمي حميد الشجني. سيد حميد، أهلا بك. تصريحات وزير الخارجية اليمني تشير إلى أن الفريق الحكومي أدار ظهره للعملية السلمية، أليس كذلك؟ أهلا وسهلا فيك أخت ناهد. يعني للأسف الشديد يعني هذا تصريح مؤلم بكل ما تعنيها الكلمة. فاليمنيين سواء في الداخل أو الوطنيين في الخارج كانوا يتطلعوا إلى محادثات الكويت أن تنهي الصراع في الداخل، ولكن على ما يبدو أن مغتصبي السلطة في الداخل وتجار الحروب في الخارج أو ما يسمى بالشرعية لا يأبهوا بأوضاع اليمنيين. اليمنيين الآن يذوقوا الأمرين. العملة النقدية في اليمن نفدت، كل مقومات الحياة يعني أبجديات الحياة لا توجد، الماء نفد، يعني الكهرباء، الطاقة، الوقود وما إلى ذلك، ولا أحد يهبى بمثل هذه المشاكل. اليمنيين الآن متعبين من ما يسمى بسلطة الداخل أو مغتصبي الداخل وما يسمى بسلطة الخارج، ومعظم اليمنيين أصبحوا لا يثقوا في كلتاهما، يعني أنهم يمثلوا طموح أو على الأقل يعني شرعية للشارع اليمني. لكن في الميدان كيف تقرأ تقدم القوات الداعمة لهادي من العاصمة صنعاء؟ والله يعني اللي حادث انه بنسمع احنا لمده سنه واحنا بنسمع ان مارب اوريدي اخذت بما يسمى بقوه الشرعيه، وفي المقابل الان نجد ان في معارك لا زالت في مارب الان. ايضا يعني عمليه انه يقال ان الحشود اصبحت على وشك يعني قاب قوسين من صنعاء. سمعنا الكلام هذا من 3 أشهر او 4 أشهر ولم يتم شيء من هذا القبيل. نحن لا نأمل أن يحتدم الصراع إلى أن ينتهي بصراع عسكري، لأنه مكلف جدا جدا والدماء ستسال يعني، وللأسف يعني لن يكون هناك منتصر، ولا يعني كل اليمنيين سيصبحوا مغلوبين على أمرهم. الجميع سيكونوا يعني ليس هناك منتصر في هذا الحرب الخالص، لأنها دماء يمنية من الجانبين. بالمقابل أنا يعني أتكلم هنا بالنسبة للشرعية. إذا كان يعني هناك يعني مصداقية فيما يسمى بالشرعية، هناك المناطق المحررة في معظم الجنوب، وهناك مارب، وهناك البيضاء. لماذا لا تقام حكومة مستقرة وتنمية اقتصادية نعم. يعني وما إلى ذلك في هذه المناطق، حتى تكون يعني مثال لما يسمى بالمناطق الآن التي لا زالت تحت سيطرة المغتصبي السلطة. نعم. وهذا في حد ذاته إن وجد سيؤهل اليمنيين في الداخل للانتفاضة على هؤلاء الذين اغتصبوا السلطة. لكن في الأساس لما نرى ما يجي الآن في عدن وما يجي الآن في حضرموت والأماكن الأخرى، يعني شيء لا يصدق. يعني حضرموت على سبيل المثال، الناس في حضرموت يعني تموت في الصيف من الحرارة وهي بعيدة عن الصراع. حضرموت تنادي اليمنية السلطة بإيجاد الوقود ولا يوجد الوقود يعني. نعم، من لندن الباحث والأكاديمي حميد الشجني، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.